أهلا بيكم في خربشة فنية جديدة. هنتكلم عن برنامج مشهور استمر عرضه 18 سنة، وحكاية العالم المصري الكبير اللي كان ورا البرنامج. حلقتنا عن برنامج عالم البحار، واحد من البرامج العلمية اللي اتقدمت في التلفزيون المصري. البرنامج قدم الدكتور حامد جوهر، واللي دخل كلية العلوم وتخرج معيد في قسم علوم الحيوان، صاحب أشهر افتتاحية في تاريخ التلفزيون المصري. سيداتي سادتي، مساء الخير. مساء الخير، واللي كان بيقولها بصوته الرخيم وحضوره الوقور. بداية الدكتور حامد جوهر كانت في كلية الطب، واللي سابها ودخل كلية العلوم وتخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتخصص في علوم الحيوان وعلوم النبات والكيمياء، واشتغل معيد في الكلية وحصل على درجة الماجستير. والمكافأة كانت رحلة لمحطة الأحياء المائية في الغردقة. ووقع الدكتور في حب منطقة البحر الأحمر، وأصبح أول مصري بيتولى رئاسة المحطة بعد زمن إدارة كانت كلها إنجليزية. وكان له الفضل في تأسيس متحف الأحياء المائية بالبحر الأحمر، وكمان كان مستشار السكرتير العام للأمم المتحدة في تنظيم مؤتمرات لقانون عالم البحار. أطلق عليه ملك البحر الأحمر. قدم برنامج عالم البحار كل يوم جمعة. البرنامج كان بيعرض أفلام مختلفة عن الكائنات البحرية، وبيتولى الدكتور التعليق الصوتي عليها، وبيشرح الفصائل المختلفة وعاداتها وصفاتها. اتمتع بشعبية كبيرة، خلت الفنان الكوميدي سعيد صالح يقلده في مسرحية العيال كبرت. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. مين يا فندم؟ ايوه، برنامج عالم البحار. وعرف الدكتور وأصر على مشاهدة المسرحية، واللي عجبته جدا. كرمه الإمبراطور الياباني الراحل هيروهيتو، واللي كان معجب جدا بعلمه الواسع، وحصل على جائزة الدولة التقديرية مرتين، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى. ومن المعروف إن الدكتور حامد جوهر له شقيق هو الفنان علي جوهر، واللي اشتغل في الفن وله العديد من الأفلام السينمائية زي جناب السفير وأخطر رجل في العالم. خلصت حلقتنا، استنوني في حلقة جديدة من خربشة فنية. كنت معاكم أنا مروة صالح.